هو محمد صلاح في يوم وليله بقى بينزل ستوريز ان هو بيقرا كتب وبيعمل وان هو مثقف وكده ولا لا؟ مش بقى بيعمل كده؟ مين لاحظها؟ فن اللامبالاه، ويقوم قاري كتب وبيطلع يتكلم ويقول المينتاليتي العقليه. ليه؟ عارفين ليه؟ علشان مشترطين في النوادي في اوروبا ان انت تكون مثقف. كل الانديه الكبيره دي بتجبر اللعيبه الكبيره انها تقرا كتب ويلعبوا شطرنج، يلعبوا اي حاجه ليها علاقه بالتفكير. طب واللعيبه الصغيره اللي في سنكم بيجبروهم في العقد اللي انا ماضي معاك عقد وانت عندك 16 17 سنه، في بند في العقد بيقول ان انت لازم تجيب الدرجات النهائيه في دراستك. لامين يامال مثلا بيذاكر، خلص المعسكر راح يذاكر. هو راح يذاكر ليه؟ حبا في المذاكره؟ لا، عشان لو جاب درجات قليله برشلونه هيظبطه، هيخصم منه فلوس، فلازم يذاكر ويبقى شاطر. ايه اللي بيحصل؟ الاي كيو بتاعه بيعلى. محمد صلاح بيقول لك منتاليتي عقليه واحنا بناخدها بتريقه، لا هو في اوروبا كده. لازم يكون دماغي شغاله، وعشان تكون شغاله ان احنا نقرا، نذاكر، ننجح في دراستنا. والله العظيم ما حد هيقول لكم الكلام ده، اظن ما مثال عدى عليكم مدربين. انا دايما بقول للعيبه كده، انا بطور ده قبل ده.